افتح البوكس اللي هنا. اوبا، في حاجات كتير جدا، نفس الحاجات اللي موجوده على البوكس على التيشيرت. شكل التيشيرت ده نزل معاهم. طالما عمل كده يبقى بص هيعملها. دي جي خالد NBA لوجو because we the best. لا كفايه هزار كده. اوكي واحده بس، ثانيه واحده. كانت في ناس كتبت لي كومنت عايزه تشوف الجوردن 5. انا عندي جوردن 5 قديم بس مستخدم، فمش هينفع يعني فاهم اطلعه قدام الكاميرا واقول لكم ده الجوردن 5 بتاع. فانا عندي جوردن 5 دي جي خالد، هو سبيشال شويه وهنبص عليه. بس السنيكر ده جامد يا جدعان. البوكس تحس ان هو يعني متعملش كده وخلاص، فاهم. كيب جوينج موجوده هنا، دي بتاعت دي جي خالد. وي ذا بيست في الجنب هنا. طبعا عشان هو البوكس حلو فلازم يحموه بحاجه، مع الشراود بتاعه نفس الجوردن 5 بوكس، بس طبعا الالوان فيه مختلفه عشان بتاخد نفس الوان الشوز اللي جوه. افتح البوكس اللي هنا. اوبا، في حاجات كتير جدا. البوكس ده فيه شرابات وليسز وكلام يعني. لو انا سارق شنطه على بابا ولا ايه؟ لو خدت بالك مننا هتلاقي اللون من فوق بنفسجي فاتح ونازل على لون درجه لون تانية جدا. الفكره دي حلوه جدا، الفيد ده جامد. البوكس ده ما اتعملش كده وخلاص كده يعني. دول المفروض شرابين من كارهارت، يليقوا جدا على الشوز ده. انا لما شفتهم الاتنين جبتهم على طول. نفس الكالر. تعال نتكلم عن دول بعدين، خلينا في الشوز الاول. جدعان الجوردن عامه لما تفتحهم الصندوق ولما يكون جديد لسه متصنع من قريب يعني تفتحه تشم ريحه، فاهم. ما انا مغمض عيني وحد فتح الصندوق ده قدامي يقول لك ده جوردن، فتح ده جوردن. مش هعرف جوردن كام بس جوردن. خلينا في الفرده الاولى. انا نطلع الاثنين كده. البوكس ده انا مش هعرف ارميه زي اي بوكس تاني، هقفله بالراحه جدا واحطه هنا. بوكس محترم، فانا عامله بطريقه محترمه، لان في ناس ترمي البوكسز. انا اكتشفته يعني ده بوكس يترمى، ده في ناس بترمي البوكسز مش فاهم ازاي. على فكره الشوز ده في حاجات موجوده فيه مخليه احسن من الجوردن 5 العادي بالنسبه لنا، وهنتكلم عليها مع بعض وهجيب لكم الجوردن 5 التاني. من 4 سنين او من 5 سنين كانت ان هم واحد يفرق ما بين الجوردن الاصلي والمضروب، كان بس يشم اصلي مضروب، كانت كده. بعد كده الشركات اللي بتضرب السنيكر عرفت ان هو لازم يبقى ليه ريحه ومش عارف ايه، فعايزين يخدعوهم فحطوا ريحه زياده قوي، فانت اللي هو بتشمه من بعيد قوي مضروب برضو. الريحه الفظيعه دي دلوقتي بقت زي بعض يعني، هم عرفوا خلاص ايه ريحه الجلو اللي بيحطوه بقت زي بعض. فدي حاجه قلت اقولها يعني عشان انا بشم السنيكر. وعلى فكره دي جي خالد ما كدبش لما قال ان الجلد اللي متصنع بيه السنيكر ده جامد جدا، لان هو احتاج ان هو ياخد امضاء من مايكل جوردن ان هم يوافقوا على الكواليتي بتاعت الجلد ده. Because it's the most expensive leather and that means you have to go over budget making the shoe. And MJ signed off on me. When you get your hands on this and you feel this leather and put it on, you're going to understand what I'm saying. ففعلا لما تمشي ايدك على الجلد هتلاقي التجعيد اللي بتبان بتاعت الجلد الاصلي. وحاجه انت ممكن ما تكونش عارفها عن الجوردن 5 ان السنان اللي موجوده هنا فكرتها متاخده من طياره امريكيه حربيه في الحرب العالميه الثانيه. نايس. الاصدار ده نزل منه 4 اصدارات، في منهم 2 فريند اند فاميلي، ودول طبعا هيكونوا مع دي جي خالد واصحابه واهله، فطبعا مش هتعرف تجيبهم، ولو هتجيبهم هتضطر تشتري واحد منهم هم وهيبقى غالي جدا. السيل كولر اللي معانا النهارده، والتاني الكريمزن بليس، وده برده كان بيتباع بس انا حسيت شويه ان لونه محتاج تعرف انت بتلبس ايه عشان يمشي. وانا بصراحه شايف ان ده من احسن واحد في الاربعه يعني. الاثنين تانيين دول فريند اند فاميلي ودول صعب جدا انك تعرف تجيبهم، بس بصراحه انا شايف ان ده احسن لون فيهم وده رايي الشخصي، وريت تقول لي انا احسن واحد فيهم. الالوان بتاعت الشوز دي جامده جدا، واللون الاساسي اللي موجود فيه هو لون السيل، واللون السيل ده متاخد من شراع، وكلمه سيل يعني شراع بتاع المركب، والمركب اصلا الشراع بتاعها بيكون ابيض، بس مع اشعه اليو في بتاعت الشمس والميه المالحه والكلام ده كله الشراع ده بيتغير لونه للون السيل، عشان كده اخدوا الاسم منه. الكلام الجامد ده. وبقيه الالوان كلها موجوده في النعل وفي لسان السنيكر، بس النعل هيكون جاي باللون الموف اللي هو البنفسجي الفاتح، والسنان هتلاقي موجود فيها البيبي بلو اللي هو لون السما وعليه نقط صفرة كده صغيره حلوه جدا، ومن ورا في الميدسول جاي باللون الاسود. اما بالنسبه لسان السنيكر هيكون جاي باللون الفضي، ودي معموله من 3M ماتيريال اللي هي اصلا المفروض بتعكس اي اضاءه فبتنور شويه، ودي اول مره كانت تتعمل في الجوردن 5.
وطبعا الجوردن لوجو هتلاقيه جاي متخيط باللون الاسود، وفتحات التهويه هنا جايه برده باللون البري ايجد اللي المفروض تكون اصلا بيضه بس اتغيرت مع الوقت وبقت اللون ده. نفس الكلام في فتحات الرباط هنا. بصراحه النعل بتاع السنيكر ده جامد جدا. هوريك حاجه جامده قوي قوي قوي. شايف اللون ده عامل ازاي من قدام هنا؟ بري ايجد برضو، بس هو المفروض يكون ابيض يعني. بص 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 الكام لون داخلين ازاي في بعض. والله سنيكر عالمي واحسن بكتير من الفريند اند فاميلي كمان. انا السنيكر ده عجبني جدا يا جماعه. اللي بحبها. طب خلاص يا ريت انك بتتزفت بتتبع. وكمان الليس لوك جاي بالبري ايجد برضو، واحده مكتوبه فيها نايكي والتانيه فيها الجامب مان. الرباط جاي باللون السيل برضو، بس مدينك 3 زياده لو حابب تبدل، الاصفر والبنفسجي والاسود. انا شايف اللون اللي جاي بيه كويس جدا، بس طبعا ما يمنعش انك تبدل. الالوان دي هتبقى كلها حلوه وكلها هتنفع. الاسود هيبقى حلو جدا برضو. ومن ورا هتلاقي وي ذا بيست في اليمين ونايكي اير في الشمال، وده طبيعي طبعا في اي كولابوريشن بيحاولوا يحطوا النايكي اير في حته واسم الكولابوريشن في حته ثانيه. نايس. ونفس الكلام في الانسول، نايكي اير في الناحيه ووي ذا بيست في الناحيه الثانيه. في حاجه خدت بالي منها مكتوبه في الليس تيب صغيره قوي بس قلت لازم اقولها، مكتوب في واحده كيب وفي الثانيه مكتوب جون، ودي برده موجوده كيب جون في ظهر لسان السنيكر. انا شايف ان نعل السنيكر ده كله جامد. بص عامل ازاي، في فرده مرسوم جوردن والثانيه مكتوب وي ذا بيست. طبعا نايكي هنا موجوده في النص. ده بقى جوردن 5 قديم، وكنت عايز اوريك الاختلافات اللي ما بيني وما بين الدي جي خالد جوردن 5 لان الفيرجن شويه مختلف، ودي حاجات ما كانتش بتعجبني في الجوردن 5. ولو خدت بالك هتلاقي ان اللسان بتاع الجوردن 5 هنا تخين جدا، وطبعا في حاجتين طالعين عشان يحموا العظمه بتاعت الرجل، فتخينه جدا ومخليه السنيكر بالكي قوي، فاهمني؟ بس هنا الحاجات دي مش موجوده ومخليه الجوردن 5 شكله جامد جدا الصراحه. اللسان برضو تحس ان هو جاي رفيع، ومن هنا رفيع. بص فرق الاتنين عاملين ازاي. الدي جي خالد تحس ان هو شكله احسن بكتير ومش بالكي، تحس ان هو من ورا ومن الجناب برضو احسن بكتير. من جوه بقى السنيكر هتلاقيه متخيط بطريقه جميله جدا وجاي بالماتيريال الستان، فبتبقى مريحه جدا وفي نفس الوقت هتقعد وقت اطول. حلوه قوي الحركه ديت، موجوده في كذا سنيكر بصراحه، بتعجبني جدا لما بيختاروها يعملوها في الجوردن عامه.